في البداية قرار رسمي من المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو بعد مباراتي بتروجيت ومنتخب الشباب. لم يفعلها أي لاعب من قبل. موقف تاريخي من علي معلول تجاه النادي الأهلي رغم انتقاله لصفاقس التونسي. ومصطفى شوبير يزلزل عرش محمد الشناوي. وإليكم التفاصيل. ريفيرو يرفض رحيل الثلاثي، وبيراميدز يوقع مع صفقة الأهلي لمدة 4 سنوات رسميا. المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يحدد بديل وسام أبو علي في الأهلي، وسر قرار إمام عاشور عايز فلوسي زي كولر. نجم الأهلي يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء حتى استرداد مستحقاته. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء قبيل الحسم. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية. إجراء جديد من المحكمة الدولية قد يغير مسار قضية سحب الدوري من الأهلي ويغير أوراق المنافسة بالكامل. وفي خطوة تصعيدية غير متوقعة، إدارة بيراميدز تصدر قرار جريء يستفز الأهلي ويفاجئ الخطيب شخصيا. الأجواء تشتعل قبل بداية الموسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي نسر التحليل في كل مكان. فيديو جديد وأخبار جديدة. قبل التفاصيل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أول قرار رسمي من المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو بعد مباراتي بتروجيت ومنتخب الشباب الوديتين. اكتفى فريق النادي الأهلي بالتعادل الإيجابي أمام بتروجيت 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهم مساء أمس ضمن تحضيرات الفريق الأحمر للموسم الكروي الجديد. شهد اللقاء مشاركة عدد من العناصر الأساسية والبديلة، حيث تقدم بتروجيت أولا قبل أن ينجح الأهلي في التعادل عبر ياسين مرعي الذي أحرز الهدف الأول للفريق بعد تمريرة حاسمة من أحمد زيزو الوافد الجديد إلى النادي الأهلي. وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتمكن بتروجيت من تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة. وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها النادي الأهلي استعدادا لانطلاق الموسم المقبل تحت قيادة الإسباني خوسيه ريفيرو الذي يسعى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مباراة مودن سبورت الرسمية في الدوري المصري يوم السبت المقبل. موقف تاريخي من علي معلول تجاه الأهلي رغم انتقاله إلى صفاقسي. أشعل مقطع فيديو نشره النادي الصفاقسي التونسي على منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيه عودة نجمه المخضرم علي معلول إلى صفوف الفريق حماس الجماهير، محققا أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، في الوقت الذي اشتعلت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف التاريخي الذي أقدم عليه اللاعب بحق القلعة الحمراء، وفي لفتة نالت إشادة كبيرة من جماهير النادي الأهلي المصري. فاجأ علي معلول ناديه السابق بقرار غير متوقع، فبعد انتقاله الرسمي للصفاقسي حرص معلول على تغيير الوصف الخاص به في حسابه على انستغرام ليعلن أنه لاعب في صفوف الصفاقسي التونسي، لكنه في الوقت ذاته حافظ على كتابة لاعب سابق للنادي الأهلي. هذه الخطوة تسببت في إشادة واسعة من جماهير النادي الأهلي الذين اعتبروا معلول أحد قادة وأساطير النادي السابقين. وعادة ما يقوم اللاعبون بحذف اسم أنديتهم السابقة من وصف حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الرحيل، كما فعل أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، وهو ما قد يكون سبب أزمات بين الطرفين أو مجرد ممارسة اعتيادية. إلا أن تصرف معلول عكس ولاءه وتقديره للفترة التي قضاها في القلعة الحمراء. مصطفى شوبير يزلزل عرش الشناوي. لا يزال الحارس الشاب مصطفى شوبير يفرض نفسه بقوة داخل أسوار النادي الأهلي وسط حيرة واضحة من المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو بشأن هوية الحارس الأساسي في الموسم الجديد. جميع المؤشرات داخل القلعة الحمراء تشير إلى أن شوبير بات الأقرب لخطف المركز الأساسي من القائد محمد الشناوي، وذلك لعدة أسباب فنية وعمرية، أبرزها رغبة ريفيرو في خفض معدل أعمار الفريق والاعتماد على حارس يجيد بناء اللعب من الخلف. يمتاز مصطفى شوبير بقدرته العالية على استخدام قدميه في التمرير والخروج بالكرة، وهي الميزة التي يفتقر إليها محمد الشناوي الذي عانى كثيرا في الآونة الأخيرة من ضعف اللاعب تحت الضغط خلال فترة الإعداد. مش محتاج أفكرك، انزل اهبد اللايك الجميل وتعالى نكمل التفاصيل. خاض الأهلي 5 مباريات ودية، من بينها مباراتين في معسكر تونس تناوب خلالها الحارسان على المشاركة، لكن شوبير خرج بشباك نظيفة في جميع الدقائق التي لعبها. في المقابل استقبلت شباك الشناوي 3 أهداف كاملة، بينها هدف ساذج
أمام الملعب التونسي نتيجة خطأ فردي من قائد الفريق، ما زاد من الشكوك حول جاهزيته الذهنية والفنية. تألق شوبير جذب الإشادات من الخصوم قبل الزملاء، حيث قال حمزة الجمل المدير الفني لإنبي إن أكثر ما لفت نظره في المباراة هو اعتماد الأهلي على البناء من الخلف، خصوصا في الشوط الذي شارك فيه مصطفى شوبير. وأكد الجمل أن شوبير قدم شوطا استثنائيا، ليس فقط بالحفاظ على نظافة شباكه بل بقدرته على تنظيم اللعب وتمرير الكرات بثقة من الخلف للأمام. الأمر نفسه أكده أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب، الذي أشار إلى أن فريقه كان سيخرج بنتيجة إيجابية لولا تصدي مصطفى شوبير لكرة خطيرة كانت كفيلة بتسجيل هدف التعادل. في ظل كل هذه المعطيات يبدو أن عرش محمد الشناوي في خطر حقيقي، وشوبير يقترب من كتابة فصل جديد في حراسة مرمى الأهلي هذا الموسم. المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يرفض رحيل الثلاثي، وبيراميدز يوقع مع صفقة الأهلي لمدة 4 سنوات رسميا. تتصارع الأحداث أعزائي المشاهدين داخل صفوف القلعة الحمراء وبيراميدز بشأن العديد من الملفات الهامة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. وقرر الإسباني خوسيه ريفيرو بشكل رسمي استمرار ثلاثي النادي الأهلي أحمد عبدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم خلال منافسات الموسم الجديد. وطلب ريفيرو من إدارة النادي الأهلي استمرار الثلاثي خلال الفترة المقبلة وعدم خروجهم على سبيل الإعارة بعد طلب العديد من الأندية ضم الثلاثي. ويرغب الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي في استمرار أحمد عبدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ومنحهم الفرصة بشكل تدريجي مع الفريق في ظل المنافسات الكثيرة التي يسعى الفريق لحصدها في الموسم المقبل. وفي سياق متصل، كانت الساعات الماضية قد شهدت أنباء بقوة عن إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين النادي الأهلي وبيراميدز من خلال محمود صابر وأحمد عبد القادر. وتحرك فريق بيراميدز للحفاظ على بقاء محمود صابر ليبقى نجم الوسط تحت تصرف إدارة الفريق السماوي، خاصة أن إدارة نادي الزمالك حاولت من قبل ضمه من خلال صفقة تبادلية مع الحارس محمد صبحي. وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك بعد فترة من ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى نادي الأهلي والزمالك. المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يحدد بديل وسام في الأهلي. وسر قرار إمام عاشور، كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود حالة إعجاب كبير داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بإمكانيات مهاجم محمد شريف الذي قدم مستويات مميزة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ما جعله يقترب من دخول التشكيل الأساسي. وأوضح أمير هشام أن شريف لم يكن الخيار الأول في حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريفيرو، حيث بدأ الإعداد باعتباره الخيار الثالث في مركز رأس الحربة، إلا أن تألقه في المباريات الودية فرض نفسه بقوة ليصبح من أبرز المرشحين لقيادة الهجوم في الفريق في الموسم المقبل. وأشار إلى أن المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف كان من أكثر الداعمين لعودة شريف إلى صفوف الأهلي بعدما أبدى اللاعب رغبة واضحة في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، وانتظر الفرصة رغم تلقي عدة عروض خارجية وداخلية. وفي سياق آخر، أكد أمير هشام أن لاعب الوسط الدولي إمام عاشور أبدى رغبة واضحة في تمديد وتعديل عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود مفاوضات حالية بين اللاعب ووكيله من جهة وإدارة النادي من جهة أخرى. وأوضح هشام أن العقد الحالي لإمام عاشور يمتد ل3 مواسم مقبلة، لكن اللاعب يرغب في تحسين الشروط المالية بما يتناسب مع مستواه وتأثيره داخل الفريق، خصوصا بعد الأداء اللافت الذي قدمه في الموسم المنصرم. واختتم حديثه بالتأكيد على أن إدارة الأهلي حريصة كل الحرص على إنهاء ملف عمام عاشور سريعا لتأمين استمرار أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، خصوصا قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يسعى فيه الأهلي لمواصلة حصد البطولات. عايز فلوسي زي كولر نجم الأهلي يرفض الرحيل عن الفريق لملايين عندكم. يعيش النادي الأهلي حالة من الارتباك المالي في ملف المغربي رضا سليم بعد أن تمسك اللاعب بكل حقوقه المالية، رافضا الرحيل أو التنازل عن أي جزء من مستحقاته والتي تقدر بنحو 2,200,000 دولار، وهي إجمالي ما تبقى له من عقده الممتد ل3 سنوات قادمة، أي
بما يعادل قرابة 108 مليون جنيه مصري. وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة داخل النادي، فإن إدارة الأهلي اصطدمت بموقف صارم من اللاعب الذي رفض جميع المقترحات البديلة التي طرحتها الإدارة لتسوية الأزمة. رضا سليم أبلغ المسؤولين بشكل واضح أنه لن يرحل عن الأهلي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة إلا إذا حصل على الراتب نفسه في فريقه الجديد أو قيمة عقده كاملة في حال فسخ العقد من طرف واحد. اتحاد الكرة المصري يكشف عن إجراء جديد من المحكمة الدولية قد يقلب الموازين بشأن طلب سحب الدوري من الأهلي. كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل الجلسة المرتقبة للمحكمة الرياضية الدولية بخصوص طلب نادي بيراميدز سحب لقب الدوري الممتاز من النادي الأهلي حال صدور حكم لصالحه. وكشفت تقارير بأن الجلسة الأولى للمحكمة الرياضية الدولية ستشهد